سنه بقى ايه نحتفل بعيد الميلاد التركيب. معانا الفيرنا دايما حساس الايدل بيبوظ مع الناس كلها، حتى لو غاز او اي حاجه لازم بيبوظ لوحده. ان شاء الله 29/10. والله اولا التعامل مفيش احسن من كده، الصيانه سريعه، الحاجه متوفره دايما. الجهاز بقى ليه خواص يعني ما شاء الله. موضوع الكربون مع حساس الايدل مع البوابه ما بقتش زي الاول. السحب العربيه بيختلف. توفير البنزين، الريتل كان ممكن يعمل من 10 ونص او 11 ريتل جوه البلد، بفضل الله يعني 13 و4 13 و5 بالظبط. يعني اما بحسبها بيعمل معايا بالظبط المسافه ديت. الريتل ماشي 13 كيلو ونص، فسحب تمام الحمد لله. البوجيهات يعني عمر افتراضي بتاعها بقى احسن، ما بفكرش فيها. البوابه فين وفين اما بتتنضف صراحه. لا موضوع الكربون والحاجات ديت، حتى الحرق بتاع الشكمان ما بقاش زي الاول. يعني مفيش انبعاثات اللي هي مثلا تشم ريحه مش حلوه، لا زي الفل. طبعا في التوفير 100 يقلل معاك الصيانه، بالذات الايدل والبوابه. معانا الفيرنا دايما حساس الايدل بيبوظ مع الناس كلها، حتى لو غاز او اي حاجه لازم بيبوظ لوحده. مع البوابه بتبقى افظع. فده لو انت مش في صيانه بقى الايدل كل شويه او يتحرق او تجيب غيره هيفضل معاك. يعني انا حتى عندي الحساس هنا المفروض يعتبر كان ملحوم واتعمل، بس الحمد لله يعني هنا المفروض ده ملحوم وقديم، بس الحمد لله يعني شغال زي الفل ومش محتاج ان اغيره. اخر صيانه عملناها الكربون اللي في الايدل حاجه يعني لا تذكر، بس ايه بقى لمده كان 5-6 اشهر ما جيناش ناحيته، ففكينا يا دوبك حاجه بسيطه نضفت. غير الاول كان ممكن ياخد ربع ازازه دبليو 40 دوت او اللي هو سبراي انجكشن. مش كل شهر كام شهر هتفك بقى كربون ودنيا والبوابه، كل الكلام ده بفضل الله كويس الحمد لله. لينا الشرف والله اتعاملنا معاك يا باشمهندس. سنه بقى ايه نحتفل بعيد الميلاد التركيب حبيبي. كفايه ان شفناك والله يا باشا. بالاحسن دايما.